إذا ما كانت عندك حصيلة قوية من لغة العرب وتفهم كيف كانوا يتكلمون وإيش الألفاظ اللي يختاروها في كلامهم، ممكن تمر عليك بعض الآيات ما تفهم منها أي شيء. خذ هذا المثال، قال تعالى في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فهمت شيء؟ البحيرة مأخوذة من البحر، كانوا يصفون الشيء الواسع بأنه بحر. أما إذا قالوا بحيرة يعني الناقة التي شق أذنها حتى صار واسعا، ويحرموها على أنفسهم ما عاد يستخدموها تعظيما لآلهتهم، هذه البحيرة. والسائبة هي التي تسيب وتترك ولها صفات عندهم. والوصيلة هي التي تلد أنثى بعد أنثى بدون أن يكون هناك ذكر بينهم. والحامي هو البعير الذي ينجب 10 أولاد من صلبه. فحرموا هذه ال4 أنواع على أنفسهم تعظيما لآلهتهم. فقال الله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يعني لم يحرمها الله عليهم، إنما هم حرموها على أنفسهم. أظن الآن المعنى واضح.